المنطقة وأصوات آليات. لا ندري إن كان هناك تحركات جديدة للجيش، ولكن المعتصمون في الميدان وشهود عيان تحدثوا وأيضا قدموا نداء واستغاثة للجيش المصري بعدم ترك مواقعهم في هذه اللحظات العصيبة كما يقولون، وأنه لو ترك الجيش مكانه فستكون هناك مجزرة، بخاصة أن أشخاص بدأوا بإطلاق الرصاص بشكل متقطع على المتظاهرين. وإذا هناك مراسلتنا وموفدة العربية أنجي القاضي معنا الآن. أنجي، ماذا تشاهدين وماذا تسمعين؟ هناك أصوات رصاص أيضا في ميدان التحرير، ما هي مشاهداتك؟ أنا الآن ما أراه هو كوبري السادس من أكتوبر، كوبري 6 أكتوبر. أرى المتحف، لكن لا أرى تحديدا ما يحدث داخل الميدان، لكني أسمع صوت طلقات نار لا تتوقف منذ قليل. رأيت إحدى الدبابات أو إحدى المدرعات الجيش تنسحب وتتجه نحو منطقة الزمالك بعيدا لتفرقة الناس من فوق كوبري 6 الذين يهللون ويقولون الله أكبر مع إطلاق النيران. داخل الميدان نسمع أصوات إطلاق نيران كثيف. إنجي من حيث أنت الآن، هل هناك تجمهر فوق كوبري 6 أكتوبر؟ أيضا الأماكن التي تستطيع مشاهدتها من هناك، من أيضا فيما يتعلق بشارع المسبيرو، هل تشاهدين أي شيء؟ شارع ماسبيرو يعني نستطيع أن نقول أنه مغلق بمدرعات للجيش، يعني الشارع المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون مغلق بمدرعات من الجيش. أما ناحية ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير، فهناك على الكوبري يوجد العشرات من الناس لا نعرف لأي جهة ينتمون، ولكنهم مع أصوات إطلاق النيران يرددون الله أكبر الله أكبر. أما داخل الميدان فنسمع من هناك طلقات نيران، ورأيت مثل طلقات في الهواء، يعني رأيت مثل نيران في الهواء. طيب، يعني الذين يرددون الله أكبر من كوبري 6 أكتوبر ويطلقون الرصاص، هل يطلقون في اتجاه ميدان التحرير؟ لأن هناك قتلى وإصابات الآن في الميدان. الذين يطلقون النيران ليسوا من امامي الان، ليسوا من فوق كوبري 6 اكتوبر. هؤلاء الاشخاص اللي واقفون امامي الان هم اشخاص فقط يرددون شعارات الله اكبر الله اكبر، لكن داخل الميدان نسمع الكثير من اطلاق النار. بعد اطلاق النار نسمع ترديد شعارات ثاني، يسقط النظام، الجيش، الشعب ايد واحده، ثم تتوقف هذه الشعارات وهذه الهتافات فجاه، ونسمع صوت اطلاق النار مره اخرى لتتوقف هذه الهتافات تماما، ولا نسمع سوى اصوات استغاثات أو سوى أصوات مثل شغب هناك. طيب، يعني هؤلاء الذين يقولون الله أكبر، يعني هل هم من الموالين للرئيس مبارك يطلقون صيحات الله أكبر بعد إطلاق الرصاص أو ماذا؟ يوسف، من الصعب جدا أن أحدد من هم أشخاص يقفون يتحدثون إلى البعض، يجرون أوقاتا في الاتجاه نحو ميدان التحرير ثم يعودون مرة أخرى عند الكوبري. لا أعرف من أي جهة ينتمون، لكن هذه الشعارات التي أسمعها الآن وهذه الهتافات التي أسمعها حين يتم إطلاق النار، لكن هم لا أرى منهم أحد يحمل سلاح أو يطلق النار. صوت إطلاق النار يأتي من بعيد، من ناحية ميدان التحرير. طيب، أنجي، فيما يتعلق بإطلاق الرصاص، فيما يتعلق بالتجمهر حول 6 أكتوبر على كوبري 6 أكتوبر، يعني هل الأشخاص بدأوا يتزايدوا؟ هل هناك جماهير بدأت تتوافد إلى الميدان من شوارع مختلفة؟ هل تشاهدين أي جموع تتقدم؟ لا، أنا ما أراه هو عشرات من الأشخاص فوق الكوبري. الشوارع تحت الكوبري هادئة تماما، لا يوجد أشخاص يتوافدون على ميدان التحرير. أرى مدرعتان تقف خلف المتحف المصري من ناحية الكوبري. الناس تتحرك حول هذه المدرعات مرددين هذه الشعارات. كما تسمع الآن، تستطيع أن تسمع معي، حدث الآن إطلاق نار أيضا. نسمع.
آم، إذا إنجي، نشاهد في الصور المباشرة الآتية إلينا من 6 أكتوبر، نشاهد أيضا هناك سيارات تتحرك، وهناك بعض الجموع يتحركون في اتجاهات مختلفة. أصوات الرصاص تأتينا بصورة متقطعة. شهود عيان يقولون من الميدان بأن هناك 3 أشخاص قد سقطوا قتلى، وأيضا يقولون بأن حوالي 13 شخص قد أصيبوا إصابات بعضهم خطيرة، الإصابات مباشرة إلى الرأس وأيضا في البطن. وهناك أيضا نشاهد الآن رشق بالحجارة يبدو بين الطرفين الموالين للرئيس مبارك وأيضا المعتصمين في ميدان التحرير. إذن هناك رشق بالحجارة، وهناك أيضا إطلاق رصاص في اتجاه ميدان التحرير كما نشاهد. عزيزي المشاهد، هناك رشق بالحجارة، أيضا هناك سيارات تتحرك في المنطقة الآن، وكما قالت زميلتنا إنجي بأن هناك صيحات الله أكبر من فوق 6 أكتوبر، كوبري 6 أكتوبر، وبعد إطلاق الرصاص إذا هناك تحركات غير عادية وفي المنطقة. إذا إطلاق الرصاص نسمع مرة أخرى. يقول إذا إطلاق الرصاص من جديد. هناك مخاوف أيضا لاقتحام الميدان كما تقول المعلومات. إنجي، يعني هناك معلومات وصلتنا، هناك اتصالات للعربية، هناك شهود عيان قالوا هناك مخاوف في الميدان عن استعدادات لاقتحام الميدان بالبوتيغاز وأيضا بسلندرات الغاز. يعني هل هذه المعلومات متواترة أيضا لديكم هناك؟ هذه المعلومات وصلتني أيضا، ولكني لم أتمكن من الوصول إلى أي أحد من المتواجدين. اتصلت بالعديد من المتواجدين داخل الميدان، لا أحد يرد على هاتفه. لم أتمكن من الوصول إلى